قصة حياة وأسرار الزعيم عادل إمام. الميلاد والنشأة. ولد عادل محمد إمام في 17 من مايو عام 1940 في قرية شها بمحافظة الدقهلية في مصر. انتقلت أسرته لاحقا إلى حي السيدة زينب في القاهرة، حيث نشأ وسط بيئة شعبية بسيطة. كان والده موظفا في أحد المصانع، وحرص على تعليم أولاده. التحق عادل إمام بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، وهناك بدأ أولى خطواته في التمثيل من خلال المسرح الجامعي، حيث اكتشف موهبته الفنية الفذة وتعلق بشدة بعالم التمثيل. البدايات الفنية. بدأ عادل إمام مشواره الفني في الستينيات بأدوار صغيرة على خشبة المسرح وفي السينما، وغالبا ما كان يؤدي شخصية الشاب الهادئ أو المشاغب الظريف. كانت مشاركته في مسرحية أنا وهو وهي عام 1964 إلى جانب فؤاد المهندس وشويكار نقطة الانطلاق الحقيقية له، حيث لفت الأنظار بخفة ظله وحضوره القوي. الانطلاقة الكبرى. في السبعينات أصبح عادل إمام من الأسماء اللامعة في السينما المصرية، وبدأ في تقديم أدوار البطولة. من أشهر أفلام تلك الفترة: البحث عن فضيحة 1973، حنفي الأبهة، البعض يذهب للمأذون مرتين، رجب فوق صفيح ساخن. وقد مزج بين الكوميديا والنقد الاجتماعي والسياسي، وهو ما جعله مختلفا عن أبناء جيله. الزعيم والسينما الاجتماعية. في الثمانينات والتسعينات رسخ عادل إمام مكانته كزعيم الكوميديا في العالم العربي، بل تحول إلى رمز جماهيري لا مثيل له. تناولت أفلامه قضايا سياسية واجتماعية هامة مثل الإرهاب والكباب، طيور الظلام، الإرهابي، اللعب مع الكبار، النوم في العسل. وكان دائما ما يمزج بين الترفيه والرسالة الهادفة، وهو ما جعله محبوبا لدى جميع فئات الشعب. التلفزيون والمسرح. لم يقتصر عطاء عادل إمام على السينما، بل تألق في المسرح بأعمال خالدة مثل شاهد ما شافش حاجة، الواد سيد الشغال، الزعيم. أما في الدراما التلفزيونية فقد عاد بقوة في السنوات الأخيرة بمسلسلات مثل فرقة ناجي عطلة، صاحب السعادة، عفاريت عدلي علام، فلانتينو. الحياة الشخصية. عادل إمام متزوج من هالة الشلقاني منذ بداياته، وله 3 أبناء: رامي مخرج سينمائي، ومحمد ممثل، وسرة. يعرف عن الزعيم حبه الشديد لعائلته وحرصه على إبعادهم عن الأضواء. الجوائز والتكريمات. حاز عادل إمام على عشرات الجوائز من مهرجانات عربية وعالمية، أبرزها وسام الاستحقاق الثقافي من تونس، شخصية العام الثقافية من مهرجان الشارقة، تكريم مهرجان كان السينمائي عن مجمل أعماله. اختير ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم العربي. الأسرار والمواقف. من أسرار حياته: رفض دخول السياسة رغم شعبيته الكبيرة. علاقته الوثيقة بالرؤساء والملوك، خاصة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. تعرضه لمضايقات بسبب أفلامه التي ناقشت التطرف الديني والإرهاب. كان يتلقى تهديدات بالقتل بسبب أفلام مثل الإرهابي، لكنه واصل مشواره بلا خوف. لا يحب الظهور الإعلامي كثيرا، ويفضل الابتعاد عن اللقاءات الصحفية. حالة صحية وجدل في السنوات الأخيرة. في السنوات الأخيرة أثيرت الكثير من الشائعات حول مرض عادل إمام واعتزاله، لكنه ظهر في مناسبات محدودة،
وأكد أفراد عائلته أنه بخير ويعيش حياته بهدوء في منزله بمنطقة المنصوري.